بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هشرح لكم ايه هي فوائد السمك او تنظيف السمك اللي انا بجيبه وبسلقه وبعمله للبط وبحطه لهم على المكونات. وكلها انا بعتبرها زي علف او اقوى كمان من العلف. لأن تنظيف السمك يحتوي على بروتين عالي جدا، وتنظيف السمك مش بيحتوي على بروتين بس، لا ده بيحتوي كمان على الزنك وعلى الفوسفور وأوميجا 3. طبعا زي ما انتوا شايفين البط دوت انا جايباه من سن يوم وشغالة معاه من غير علف نهائي، وبعمل له الخلطة بتاعتي اللي هي بديل العلف، اللي انا بسميها بديل علف واقوى من العلف بمراحل. المكونات اللي فيها كلها مكونات تقدر تأسس بط، وتقدر تسمن وتحول وتخلي عندك التحويل 1,000,000%، مش 100% بس. المكونات كلها مكونات أنا يعني كده عصارة فكري وعصارة مجهودي، وكلها حاجات أنا هشرحها لك دلوقتي بالتفصيل. ليه انا بعملها، وليه انا يعني خدت التجربة على مسؤوليتي وعلى عاتقي وخدت كده التحدي بيني وبين نفسي، وان شاء الله ثقة في الله نجاح. ان انا كل الناس قالوا لي ان البط المسكوفي ده اللي قدامكم ده مسكوفي وبيور. كل الناس قالوا لي ان البط المسكوفي ما بيترباش من غير علف، لازم ياكل علف. فطبعا كانت التحدي بالنسبة لي يعني على مسؤوليتي، وخدت الموضوع على عاتقي انا شخصيا. فطبعا انا يعني لحد الان انا عملت قبل كده دورة، بس كانت البط الخليط اللي هو بين البيور والبكيني، كان بط خليط، وكانت التجربة بالنسبة لي ناجحة ومرضية جدا. زي ما انتوا شايفين البط بسم الله ما شاء الله كله طاقة وحيوية ونشاط، وده لانه واكل ومتغذي وواكل اكل مفيد ومغذي وكله بروتين. طبعا احنا عارفين. تعالوا بقى اقول لكم تنظيف الاسماك ده يحتوي على قد ايه بروتين. تنظيف الاسماك دوت يحتوي كل 100 جرام على 25 جرام بروتين. مش بس بروتين، لا وكمان فوسفور وزنك واوميجا 3، لان طبعا الدهون كلها بتاعت السمك هي بتبقى في المصارين. فطبعا انا لما بجيب المصارين مع الريصان بتاعت السمك، مع جمبري، مع بطارخ، مع كل حاجه بتبقى في تنظيف السمك دي. وبسلقه كمان ليه؟ لاني لازم اسلقه علشان اتاكد كمان مفيش نسبه زفاره. يبقى كمان حاجه انضف كمان من العلف الجاهز، لان العلف الجاهز لما بنيجي ناكله البط بتاعنا، لما بنيجي نذبح البط بيبقى زفر شويه. وكمان البيض بتاع المزارع بيبقى زفر، لان هما بيضيفوا الاسماك من غير ما يسلقوها. هما طبعا بيفردوها في الشمس وينشفوها وبعد كده يضيفوها على الاعلاف. طبعا كله بيطحن في بعضه ومبيبانش، لكن هما بيعملوا كده والله صدقوني. طبعا انا زي ما انتوا شايفين بفرد لكم راس السمكه وبوريكم كل اللحم اللي فيها ازاي. وطبعا في رصان جمبري، وفي حاجات كتير قوي في تنظيف الاسماك دوت. طبعا انا بجيبه زي ما انتوا شايفين، كمان بشرح لكم بالتفصيل العلف بتاعي. مش هقول الخلطه بقى، هقول العلف. ليه علف؟ لان انا كمان بجيب الذره سليمه وبطحنها، بجيب شوال ذره سليم وبطحنه عند تاجر الجمله، علشان اتاكد ان الذره معايا كامله الغذاء، مش متاخد منها بقى جنين الذره ولا متاخد منها اي حاجه. لان انا يعني عرفت واتاكدت ان المصانع بتاعه الاعلاف بياخدوا النخاله الناعمه خالص، اللي هي بتكون اول حاجه بتتكسر، اللي هو بيكون ايه؟ الجنين بتاع الذرايه. فهم بياخدوها بيستفادوا منها في الاعلاف، وبيسيبوا لنا احنا الذره يكون منزوع منها البروتين ومنزوع منها الفوائد اللي فيها كلها. طبعا الدشيشه اللي انت بتشتريها جاهزه دي هي تكون دشيشه مغشوشه، مش ما فيهاش اي فوائد. وطبعا انا بجيب برضو عيش وبنعمه خالص وبنشفه الاول وبنعمه خالص وبطحنه، بيكون معايا ناعم خالص. وكمان بضيف الردة. يبقى انا كده معايا مكونات اساسية. دي شيشة انا اللي دشاها على ايدي، ضمناها 100% ان هي كاملة الغذاء. العيش بنضيف وبنشفاه وطحناه. الردة بسم الله ما شاء الله. يبقى انا كده معايا البروتين ومعايا كل المكونات بتاعتي فيها الغذاء كامل بسم الله ما شاء الله.
يبقى انا كده معايا علف ولا لا؟ يبقى انا كده المكونات بتاعتي دي مكونات علف. طبعا الاضافات لا غنى عنها، علشان تأسيس البط برضك من سن يوم. احنا كده بنأسس البط من سن يوم، فلازم يبقى يكون العلف بتاعنا فيه كل الإضافات المهمة. زي ايه؟ زي الجير اللي انا حطيته اول حاجة، ده كان في الكوباية الزرقاء، ده كان جير. ده ثنائي فوسفات الصوديوم اللي في الكيس الجاهز، ده ثنائي فوسفات الصوديوم علشان العظام عند البط تبقى متكونة معايا صح من البداية. تاني حاجة بقى الإضافات دي مكملات غذائية بقى. دي كده مكملات غذائية. دي ايه؟ الحلبة دي كلها غذاء، وكلها فيتامينات، وكلها حديد ومغنيسيوم وفوسفور، كل حاجة برضو في الحلبة بسم الله ما شاء الله. الملح بقى معانا، عشان كمان الملح ايه مهم جدا في العلف اللي احنا بنعمله ده. مش هسميه خلطة، انا بسميه علف. الملح مهم جدا عشان ما ينقصش املاح عند البط. ده ايه كده معايا؟ ده الكمون. كمون برضو مهم جدا. الكمون فاتح شهية ومهم جدا عند الهضم. موضوع الهضم ده عند البط، الكمون حلو جدا في الهضم وفاتح شهية. معايا ايه تاني؟ معايا التوم باودر وبصل باودر وكركم. يعني دول بقى كلهم كده رافع مناعة وفاتح شهية ومضاد سموم. بسم الله ما شاء الله. يبقى كده احنا بقى نخلط كله مع بعضه علشان الخلطة بتاعتنا دي تبقى علف بقى. دي كده مكونات علف، مش مكونات خلطة عادية بعملها كده وخلاص املى بيها بطن البط وخلاص. لا، ده كده علف في كل المكونات وفي كل الاضافات وفي كل حاجة. كل حاجة يحتاجها البط لتأسيس البط. اوعي تقولوا ان انا بعمل فيديو كده علشان خلطة كده واجري وخلاص. لا، ده انا بقول لكم تابعوا معايا البط من سن يوم، يوم بيوم وخطوة بخطوة. يوم بيوم يا حبايب قلبي وخطوة بخطوة. اوعوا تفتكروا ان انا بعمل خلطة كده واجري وخلاص وبقول لكم اهي خلطة اهي وخلاص. لا، ده انا بقول لكم شوفوا معايا البط من سن يوم لحد النهاردة كده. سن البط معايا 16 يوم. شوفوا معايا يا حبايب قلبي هيحصل ايه، والحاجة اللي احنا بنحطها ديت مغذية ولا لا، وازاي احنا بنقدمها ازاي بعمل التركيبة، وازاي بعمل الخلطة بالظبط، وازاي بجيب السمك وبسلقه، كل حاجة بوريها لكم يوم بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة. ما بخبيش عنكم حاجة ابدا. ادي كل الحاجات قدامكم. حتى لما البط جاله اسهال، الغلطة الوحيدة اللي انا عملتها مع البط ان انا كنت حطاله المية في السقاية، وكانت السقاية بتوقع مية كتير على الارض، فكان بيرجع يشرب المية من على الارض، وده كان غلط كبير. لان طبعا المية بيجي عليها فضلات منه وميكروبات طبعا وتبقى ملوثة، فشربها فجاله اسهال. فطبعا عالجته زي ما احنا شفنا في الفيديوهات اللي قبل كده، عالجته والحمد لله قدر يقاوم المرض. وبسم الله ما شاء الله الاوميجا 3 اللي في تنظيف الاسماك ديت بتخليه يقاوم الامراض ويبقى عنده طاقة ونشاط وحيوية. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. زي ما انتوا شايفين البط بياكل ويلعب ويبلبط، وطول ما الحاجة عندها كده نشاط وحيوية تعرفي ان هي متغذية كويس جدا. بسم الله ما شاء الله. البط قدامكم اهو، انا ما بخبيش حاجة عنكم. خليكم معايا لحظة بلحظة. ولو وصلتوا معايا لحد هنا بقى اعملوا اللايك والاشتراك لو لسه ما اشتركتوش، وخليكم معايا كده تابعوا معايا البط يوم بيوم ولحظه بلحظه. زي ما انا قلت لكم البط استقبلناه اول يوم بالعسل. اول 3 ايام كده كنت بديله عسل في الميه، سنتي عسل على لتر ميه. عايزين تكتروا يبقوا 3 سنتي على 3 لتر ميه، زي ما انتوا عايزين على حسب الكميه اللي عندكم. بنستقبله على العسل، ومشيت معاه بالخلطه او بالعلف اللي انا بعمله. مش هسميه خلطة، مش عاوزة اسميه خلطة عشان في ناس بتفتكر الخلطة دي يعني حاجة ايه كل شيء كان كده. لا، دي حاجة يعني اقوى من العلف. العلف بتاعي ده اقوى من العلف الجاهز يا حبايب قلبي. ليه؟ لان انا بحط تنظيف السمك بحط براحتي بقى. بحط طبق على مثلا طبق من الذرة والدشيشة والعيش، يعني بحط له يعني نسبة البروتين عالية جدا. فطبعا ايه التأسيس بتاعه متأسس يعني بسم الله ما شاء الله متأسس كويس جدا. اي نعم هو تعب، مش هقول لكم لا، بس ومش حكايه ان انا عايزه اوفر بس، والله لا.
يعني هو تعب عليا ان انا اجيب تنظيف السمك واسلقه واعمله واحفظه ساعات كمان بشيله في التلاجة عشان اقدر احفظه في الحر دوت. هو تعب عليا لكن حاجة مغذية جدا للبط وكمان موفرة جدا جدا جدا، فانتوا جربوها وقولوا لي برضو رأيكم ايه. وسلام بقى.